في لحظة معينة أول ما بتحصل في الاجتماع مع العروسة بعرف إننا دخلنا في منطقة اللا قرار. هي اللحظة اللي بتبص فيها على المود بورد وتسكت وتقولك اللون ده مش عاجبني، فتسألها طيب تحب إيه؟ فترد عليك مش عارفة بس مش ده. أهلا بيكم في الحلقة الخامسة من بودكاست على مزاج العروسة. معاكم مختار، منظم حفلات ومصمم لحظات. والنهاردة هنتكلم عن لحظة الحيرة اللي بتقابل كل عروسة وكل مصمم. اللون مش عاجبها بس مش عارفة ليه، ومش عارفة هي عايزة ايه. اللي بيحصل هنا مش نقص ذوق ولا تردد، اللي بيحصل هو انها مش قادرة تترجم احساسها. هي شايفة ان الشكل مش هي، بس مش عارفة توصف هي دي يعني ايه. خليني احكي لكم موقف بسيط بس عميق. كنت قاعد في مرة مع عروسة ذوقها راقي جدا، جبنا لها 3 مود بورد مختلف، واحد على درجة النود، واحد على الأبيض والذهبي، واحد موف دخاني مع لمسة شامبي. قعدت تبص فيهم شوية وقالت لي هما كلهم حلوين بس أنا مش لاقية نفسي فيهم. فسألتها يعني انتي نفسك في حاجة رومانسية ولا كلاسيك ولا مودرن؟ فردت وقالت لي لا والله أنا حتى مش عارفة أجاوبك. اللي اكتشفته وقتها إن في حاجة أهم من الألوان والتصميم، في حاجة اسمها لغة الإحساس. يعني مش كل عروسة هتعرف تقولك أنا عايزة درجة الدوستي روز اللي عليها سوفت أمبر لايت، لكن تعرف تقولك أنا عايزة أحس إني مرتاحة أو دافية أو ناعم. فلو أنت كمصمم معرفتش تسمع النغمة دي، عمرك ما هتوصل لها اللون اللي هي بتدور عليه. طيب تعمل إيه كمنظم أو مصمم؟ خلينا أديك مفاتيحي. أول حاجة لازم أعملها مع أي عميل إن أنا بسأل عن الإحساس مش اللون. فبدل ما نقول للعميل أنت بتحب النود ولا الموف، فهقول له تحب الجو يبقى دافي ولا رايق ولا مبهج ولا فيه فخامة ولا فيه حنية. تاني حاجة هستخدم صور مش كلمات، بمعنى هعرض عليه مود بورد مختلفة مش علشان تختار واحدة، لكن علشان تقولي هي دي قريبة مني شوية أو دي بعيدة مني شوية. تالت حاجة أنا هربط اللون بشخصيتها. لو هي إنسانة كلاسيكية وهادية ورومانسية فمستحيل تميل للألوان اللي فيها الكونتراست عالي، ولو هي جريئة وسريعة واجتماعية فمستحيل هتختار النود المطفي. رابع حاجة إن أنا ما حاولش إن أنا أزنقها في قرار، بسيبها تاخد وقتها. ممكن تمشي من الاجتماع وهي مش مقررة، بس لما تراجع هتلاقي نفسها بتميل لحاجة معينة. ساعات اللاواعي بيشتغل بصمت جدا. خامس حاجة والأخيرة إن أنا لازم أفكرها دايما اللون مش هو النهاية، اللون هو بداية الإحساس. تاني حاجة اللون لوحده ما ينفعش، لكن لما يتحط في مكانه مع الإضاءة المناسبة والخامات الصح بيخلق تجربة فنية. وفي كورس كواليس الفخامة بنتكلم في وحدة كاملة عن اختيار الألوان بالشعور مش بالعين، وإزاي تحول كلمة مش عاجبني لخط تصميم كامل، وإزاي تخلي العروسة تحس إنها مش بس اختارت لكن شاركت في الخلق. وفي نهاية الحلقة أحب أقولك الحيرة مش علامة ضعف، الحيرة علامة إن العروسة مهتمة وعايزة تحس إن اللي حواليها بيعبر عنها بجد. لو قابلت الجملة دي في شغلك مش عاجبني بس مش عارفة ليه، حاول ما تتوترش، خد نفس واسأل تحب تحس بإيه. أنا مختار، ودي كانت الحلقة الخامسة من بودكاست على مزاج العروسة. استنوني في الحلقة الجاية وهنفك سوا واحدة من الجمل اللي بتخوف كل منظم حفلات. أنا عايزة كل الناس تتبسط، مش بس إحنا. يعني إيه تبسط كل الناس وإزاي تبني حفلة بتخاطب كل الأذواق؟ هنحكي ونفصل. شاركوا الحلقة مع أي عروسة تايهة وسط درجات الألوان، وأي مصمم محتار يسمي اللون ده جملي ولا بيج رملي.